يا مساء الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعضينا فكره عبقريه جدا جدا بالمساحه او الكاوتشه. مفيش بيت عندنا ما فيهوش الكاوتشه دي او المساحه دي. عايزه اقولك هتوفر عليكي وقت طويل وحاجات كتيره، هتوفر عليكي مجهود اكتر واكبر. هقولك تعالي نشوف نعمل مع بعض ايه بالمساحه او الكاوتشه دي. فكره بجد ممكن تكون هتسهل عليكي حاجات كتيرة. لو انتي تعبانة او ما بتقدرش تطلعي على سلم او عندك حاجات بقع بعيدة او حاجات بعيدة، هتعمليها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اول حاجة بجيب عندي فوطة زي كده، وهقولك على فكرة اكتر احلى تخلي الكاوتشة تمسك معاكي في الفوطة اللي انت تحطيها عليها او اي حاجة. طبعا انتوا شايفين ان انا المساحة بيكون فيها فتحة او الكاوتشة فيها فتحة زي دي كده. بصوا اهي فيها فتحة زي ما احنا شايفين. بجيب عندي الفوطة وبدخلها كده اهو، زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طبعا انا غاسله البوتاجاز، بس حبيت ان انا ايه جات لي كده ايه قلت اصورها معاكم عشان بجد تشوفوا الفكره دي. بصوا هنا الكاوتشه او المساحه، الفوطه دخلت في الكاوتشه بالشكل ده. هنعمل بيها ايه بقى؟ هنمسكها كده ونرفعها على الحيطه. أنا طبعا ايه اوريكم الحيطه بتاعتي انا بمسحها ازاي. بصوا اهي ازاي بالطول معايا ابعد الحيطه، وهوريكم بتنضف معايا حلوه قوي قوي. بجيب بيها الحيطان بتاعت المطبخ من فوق والشبابيك وكل الحتت البعيدة. انا ما بسيبش حاجة تقعد عندي او تتراكم، او مش مضطرة ان انا اجيب سلم وحاجات زي كده كتير، لا بالعكس. بس بيبقى عليها شوية صابون او عليها اي حاجة بحيث ان هي ايه تجيب لي الحاجات البعيدة. نفسي اصور لكم بس على الرينج لايت عشان اوريكم ايه ازاي بتنضف. بجد الفكرة دي حلوة قوي قوي، هتفيد ناس كتيرة جدا. وعايزة اقولك بيطلع حاجات عليها كتير، بس طبعا عشان انا والله ما بسيبش عندي يتوسخ، فدايما فوطة عندي نظيفة وزي الفل. اهو دايما بعملها بالطريقة دي. بصوا سهلة وبسيطة. يا رب الفكرة بتاعنا تكون عجبتكم. باي باي.